هل يا باشمهندس عز 4000 جنيه يجيبوا لي لاب يشغل لي برامج مساحه ونظم كويس؟ السؤال ده اتكرر الفتره اللي فاتت كتير. في الفيديو ده هنجاوب على السؤال، وكمان حابب اوريك بعينك اجابه واضحه وصريحه لسؤالك. ايوه، ال 4000 جنيه كفيله تجيب لك لاب يشغل لك برامج المساحه والنظم كويس جدا، يجيبوا لك لاب كويس مش مهلوك، وكمان يجيبوا لك لاب يعيش معاك. بس قبل ما اوريك بعينك حابب الثلاث نقاط دول نفسرهم بشكل سريع. اول حاجه ان برامج المساحه وبرامج النظم حرفيا اللاب ابو 4000 جنيه يشغلهم، واللاب ابو 60000 جنيه يشغلهم. بمعنى تاني ان اللاب ابو 4000 جنيه هيشغل برامج المساحه والنظم، واللاب ابو 60000 جنيه هيشغل برامج المساحه والنظم. الفرق هو ان اللي انت لما بتعلى بالبادجت بالفلوس بتعلى بالامكانيات، يعني انت دفعت سعر اعلى خدت امكانيات اعلى فهيديك اداء افضل. فاللاب ابو 10000 جنيه هيديك اداء افضل من لاب ابو 4000 جنيه، واللاب ابو 40000 جنيه هيديك افضل من لاب ابو 10000 جنيه. بس كمنطق ان اللاب ال 4000 جنيه هيشغل برامج هيشغلها وهيشغلها كويس، يعني هيشغلها بلا تهنيج. بس كل ما انت بتعلي البادجت كل ما انت بتاخد اداء افضل، لان في بعض الطلبه فاكره، في ناس فاكره ان ال 4000 جنيه مش هيشغل. لا، ال 4000 جنيه هيشغل وهيشغل كويس جدا. انت فاهمني؟ فالطالب اللي حاطط في دماغه يجيب لاب ب 15 او 20 يا ما جيبش، انت بتضيع وقتك من غير لاب. يعني الناس اللي معاش بادجت عاليه تجيب لاب، انا بقول لك اهو 4000 جنيه هيجيبوا لك لاب كويس جدا وهيشغلك كويس جدا، ولما ربنا يكرم ابقى بيعه وهيتباع وهيجيب لك ثمنه وجيب الاحسن منه. اما كوني اقعد من غير لاب لغايه ما اجمع 20000 انت بتضيع وقتك، وهتشوف ده بعينك. 2، لاب كويس يعني انت هتاخد لاب حالته كويسه، لاب مش مهلوك، لاب مش مكسور، لا، لاب حالته كويسه، وده برضه انت هتشوفه بعينك. 3، لاب يعيش معاك. اللاب ابو 4000 جنيه ما دام حالته كويسه هيعيش، ولاب ابو 40000 جنيه برضه هيعيش. الرك هنا في محافظتك عليه، بتحافظ عليه هيعيش معاك. وبشكل عام اي جهاز الكتروني مع الوقت كفاءته بتقل، اي جهاز الكتروني حتى موبايلك حتى اي جهاز الكتروني، ولكن مع المحافظه عليه، يعني انا بحافظ عليه بستخدمه كويس، مش بيتخبط، مش بيلمسه اي ميه، مش بيتكتم، بستخدمه باوقات كويسه هيعيش معاك. تعالى بقى اوريك بعينك احدى الاوردر بتاعنا من شركه زيتك اللي رايحه لاحدى طلابنا. الطالب كلمني قال لي يا باشمهندس عز انا معيش غير 4000 جنيه، هل ممكن يجيبوا لي لاب كويس ويعيش ويشغلني برامج مساحه ونظم؟ قلت له ايوه. الراجل ما صدقش، فانا عاوز اوريه بعينه واوريكم بعينه واسمعوا وشوفوا. ده اللاب معانا ودي شركه زيتك، ده اللاب ودي شركه زيتك. نفتح اللاب مع بعض كده ونبص. اول حاجه اللاب بيجي بالشاحن الاوريجينال، دي اول حاجه، ماشي. تاني حاجه انا بعت له مع اللاب جفتات استقرارات هديه من الشركه، جفتات استقرارات هديه من الشركه، ماشي. يعني جفت والشاحن الاوريجينال. نمسك بقى اللاب اللي هو في فئه 4000 جنيه، اللي هو في فئه 4000 جنيه. اول حاجه عاوزك تبص على الحاله بامانه، بذمتك ودينك دي حاله مهلوكه؟ بذمتك ودينك دي حاله مهلوكه؟ وعاوز اقول لك حاجه، دي فرزه تانية، يعني دي فرزه تانية. رغم كده انت شايف حاجه اهو، انا قريب من الكاميرا اهو. اللاب نوعه لينوفو، اللاب نوعه لينوفو. بص كده معايا. فيجي حد يقول لي اصل انا عاوز ديل او اتش بي. بص، ديل، اتش بي، لينوفو، شاومي، خلافه، اللاب اللي بيتحكم فيه مواصفاته كويسه، اللاب كويس. ديل، اتش بي، لينوفو ده اسم الشركه، جميل. بس عشان في ناس عندها حساسيه من الامر، لا اصل انا عاوز ديل بس، لا اصل انا بتعامل مع اتش بي بس. اهم حاجه المواصفات بتاعت اللاب. اول حاجه الحاله عامله ايه؟ الحاله ممتازه. واللاب نوعه ايه؟
لنوفو دي شركه محترمه من الشركات اللي انا بتعامل معاها. نبص على اللاب من جوه، بص كده والنبي والنبي والنبي، بص وحياة دينك وايمانك، وب 4000 جنيه. شايف الحاله؟ يعني انت حضرتك معلش شايف الحاله؟ شايف الحاله؟ جميل، شفت الحاله. تيجي نتكلم بالمواصفات، ومش عاوزك تتصدم والله العظيم 3 المواصفات دي موجوده هنا في رينج ال 4000 جنيه. كور اي 5، انا عاوزك المواصفات اللي انا هقولها حالا دي تعمل سيرش على جوجل وتشوفها بكام. يعني عاوزك بس تعمل سيرش على اللي انا هقوله حالا. اللاب ده كور اي 5 جيل رابع، رام 8، هارد 256 اس اس دي، انت فاهم؟ والكارت طبعا انتل، يعني لاب سريع طلقه، رام 8، كور اي 5 جيل خامس لنوفو، شاشه 14 او شاشه 15 بوصه، هي 14 و9 يعني 15 بوصه، والبطاريه الاصليه يعني هيقعد معاك تقريبا ساعه ونص ساعتين. يعني البطاريه كمان الاصليه، والبطاريه كمان بتتشال وتتغير، انت فاهم، ببطاريته الاصليه. الحاله والمواصفات، عاوزك تبحث على المواصفات دي بجوجل وتشوف هي عامله كام. فلما اقول لك رينج 4000 جنيه يجيب لك لاب يشغلك مساحه ونظم، صدقني. احنا شركه زيتك وانا المهندس عز فليفل.